كرهت صاحبتي قرينتي نقربي ترجاجي معاها راجلي وهنرد عليكم القصة. المهم توحشتكم نعرف توحشتوني كنت واحدة شوية الزمن يا قاير. راني رجعت لكم. المهم القصة تقول أنا مضيت 9 سنوات متخيمة مع نصراني وما كانت عندي معاه مشكلة كنت نبغيه حتى وكان يبغيني وعقب راد عليه مولانا توفى ما عندنا شي 20 قال راد عليه مولانا المهم توفى وقعدت عدتي مضيت تقريبا 2 سنين ولا 3 ما عندي علاقة برجل دائما تخمامي عني قاع ما يتخلط مع راجل على قاع يجي راجل يوكل ضغطي غير عييت مولي نستحفى ونقول يعني لو بدالي من رقاج يقلع يعني زاد رقاج نوفي مع حياتي بلي ما نقدر نتم عليها رقاج نكمل بيه نص جيني لا مرات نجرب العلاقات لا مرة يجيني واحد يعود يدور على الخزو والله ما يجيني واحد يعود يدور مالي لا ضغطي افترت بعد وعقب قررت عني وقف العلاقات قلت واحدة في لا قرايتي وشغلتي ولك لا مع صحاباتي تميت الليلة نتكلم مع صاحبتي قالت هادشي احكيني هتوجي رقاج يكمل لك نص دينك ما تجي تقعدي ساكنة بالقربة ولا معاك رقاج وتستحفي وتجملي شي بيبي ولا خاصك شي وحياتك ما تتوقف عند رقاج واحد قلت لي انا خايفة لا نتخيم مع رقاج ويجي يوكل ضغطي قلت مشيتك مجانا انت قاعد لها الفضاء والدنيا فيها لا تركة وفيها لا ذرية ورقا جماعة ويموت ما عنده طفيلي تم يتفقدوا قابلتني بعد ذيك الحلقة وقلت أنا مالي حقي أنا مشيت يعني ما يترقى إيش صالح أنا بعد ردينا بذاك الموضوع وضحكنا وجوغنا وكنا مشيت ورقدت مضينا أسبوع على نفس الحالة نطلع وننقز وأنت مرد معاه في التليفون لا يا حياتي بدي قرب لي صاحبة هي ذيك وكل شي عن جرد عليها تميت باع الليلة تيكيا اللي طلعت لي قالت لي عندي لك جفة عندك جفة قلت لها شنو قالت لي أنا عندي ولد خالتي شافني دايرت ستوري وقال لي عنه لا وداني منك قلت لها صور خالتك منه قالت لي ولد خالتي ما تعرفي هنشية قلت لها أنا رواية عادي عندي وقالت لي بدشيني وأنا ما ندور لك موشي صالح وشي زين وانت تعرفي عني كذا بدت لي بعد ذيك اللخة وقلت له دور شو ذاك ما بطيت بالسابق قاع عندي وفي أبل اللي معاه هي هو لي رقم قريب ما نعرفه آخر فهمت عن ذاك اللي قالت هي تلفني عليا مرة الأولى صونتني ترت ما قبلتها تلفني مرة ثانية صونتني ما قبلت تلفني مرتين ولا ثلاثة ما قبلت تلفوني تلفني مرة رابعة خليته صونتني ذاك حد اللي قبلت قضينا الشغل وضحكنا وجوعنا وأنا ديجا فيتلينت هي بعد مشات لي صوارو وروالي وطف الموشين زين حتى وذاتهم اللي زينة بمعنى الكلمة وهي مشات لي صورته وأنا شفته زين مضينا صار زمن على ذيك الحالة دايما يتلفني يردون ويحكون ويشوقوا وطبيت عليه وملتلو وعدنا ديسيدينا عن نخشوا في علاقة وبقيتو لين ذاك بقيتو ما كنت شاك عني نقد يوم من الأيام يعني نقد نعيش حب ذا كيفتو بقيتو أكثر من خيمتي اللي كان شادني وعدت ما خالد شي ما نعدلولو لا نخضع عليه شي ما شريتولو ولا يقول لي عنو يدور شي ما عدلتولو والناس اللي بزرو كاملين عدت نكرمهم ونجري تحتهم وصاحبتي عتمدي داخل عليه شي كل شي نعدلولها يجي من فوقها يجي من تحتها وإذا كامل ما نقص شي من فلسي اللي عن جايب لي راجلي خليها لي شي من الفضة ما تاكلوا النار عقبنا بعد تخيمنا وعدت نتواقطوا وجاني شا البلاصة اللي فيها وسكننا ببلاصة وروالي عنه هو نفس إنسان اللي عرف طيب ولا عنده مشكلة وأخلاقي وحكم إنه ما يدوي ذنبا عنهم وصل لي كل شيء لا الراجل اللي كنت لا لون بارفي اللي كنت أنا لودو رايته فيه هو ما عندنا مشكلة ما مضينا 6 أشهر وترجعت منه تميت النهار قاعدة من دون وقت جمالي جاني قاعد معي قال انتي مرك ما تقولي فلانة تجي تمضي معانا وهنا الراحة قلت له فلانة ما نعرف كان هو الدور تجي قال لي دور تعود الدور تجي بعد ما خارج حد ما يختار يصير خارج ويغير من حياته وتعودي بقى عاونتي له ورديتي له شوي من الجميل اللي عادتنا بدي هي السبب عني أنا وانتي تعارفنا وذاك النوع من الكلام وقرت بيها حتى وزين تاع عن جبلان رواية ما قد خممت بيها وقلتها له هي وطارت من الفرحة وعدلت له تواقتها وجاتني شو البلاصة اللي فيها ومضت معي أسبوعين لا كيف الحلم أسبوعين عشت فيهم سعادة يعني زاد رأيت فيهم ياسر الحنان كان خاصني حياة الأسرية وياسر نمشي وعنا لا ببلاد نمشي بلاصة ونشوف بلاد وكل شيء كل شيء زاد تعدلوا لي
عجبت لوت لها أبارتمان تسكن فيه بلي قعدت ندور تعود بليزا ليز وداك الشي وسكنت في داك الأبارتمان وقعدت دايما تجيني ودايما يجي ودايما نستدرو زاد عايشين حياتنا طبيعية غير مانا ساكنين في دار واحدة. ميت ليلة أنا وراجلي تاكين خارصو تلفزة لين رقد هو وأنا ملي كنت شغل الدوش رجعت وقعدت رواي تليفون ولا يجو ميساج طن 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 يا غير واش يقول لي شي خرصي ويقول لي شي ما تخرصي بدي انا كاع ما نشك فيه يا غير تولى العلايات فيهم لقبة تكتي على ميساج كومسا روالي الرقم ما نعرفه روالي مكتوب له اسم مو من الاسماء الناس اللي نعرفه ولا شي ابري تخلي من نشكد حين خلاص وبا التليفون صارت خلصت روالي الرقم ما نعرفه خشيت شو ديسكسيون روالي كلام شوي 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 ين طلعت روالي هذا كلام رجاج خشش مع رجاج بدأت أطيح بيه رجل وبدأت نخلع وقلبي عاد لا يبلبيتي فور أبري قلت عتب على الإسي يعني نكلم شوي خلاص حتى روالي صور صاحبتي وصورهم في بلاد يعدلوا ياسر مشي مو محترم والصورة هي طارحة راسها علي وما زاد حكما كنت أنا لاين وخذ الدار يبقوا في الدار يعدلوا توخزوهم وكلهم يعدلوا زاد صور أبري كلهم يمشي الآخر يفلمي الآخر معدلين إنكم جاوا دي سوفينير وداك الشي ذاك النهار لا تقول عن كي شي دقدقت قلبي صدمت وعاد حالتي حالة غير ملي قلت عني لي يجي وعني لي نقوم نسكت ونوعي ونقول ياسم الكلام أبري قلت بيب بيب كلم داون بليز تخمي شقلي عقلك قلت أنا الحين خلاص اللعبة يتم تواصلين إيتا وتخطاو أيام ونحن عايشين على نفس الحالة وأنا أحاول دايما عني ما أظهرش قاعدين نشوف حد نقعد لنا أختي نقبل موس ندقوا به هي غير صابرة قال لك عن لي رانكين يعني جامي بخيتي وتو ندرس خطاطي وتو واللي نقول لكم ان ديتاي انا عندي ابيش يتكي عني كل ليلة لابد ان نشرب بوش من اللبن في الليل لابد من نشربه في الليل ودائما يجيبوا لي راجلي اللي انا نشرب نطرح راسي نرقد وحسيت انا يعني نشربه ننعس حتى زاد نرقد بالعجوة ولا نفيق موه معصبة قلت انا تخممت قلت انا اسكو مو ذاك اللبن هو اللي يرقدني ذيك الليلة جاب لي البن ولا شربته كبيت نقر الدوش ورديت الكاس ببلو لا على قاع يحس بشي وباطت طرحت راسي عدلت عني راقدة جا حاول عني يوعيني لي نفتر قلب ونوع قال أنا أحرش عنك توعي المو راقد مرضاش يرول عني مرضاش قاعدة راسي رول عني أنا راقدة مشخة مضى ساعة مفتاح الفم سمعت حس رقاش دخل أبري عتلاتك وخشوا بيت الآخر تعرف أنا أبرسما هي بيتين رقاد بيت معدته الخط خشوا بذاك البيت مضوا ساعة ما تتسامع الحس قلت أنا عن هون يقعدوا هما يعذروا شي خاسر والله يعذروا خزوا دول يعودوا بدؤوا فيه قلت الصم اللي ما تكون نستلل بالشور نشور نوطة ما نوطة لين خلاص يعني روالي تقابلت معاهم قبال هما اللي ببلاصة اللي فيها هو تاكي ان بلان داكسيون يعني زاد هي هو يعني زاد عني ماني متبقاش مية فيهم ذرواقي جدي كنت أكثر رجاجة إنه تغذي في هذه الحياة وباص واخا تليفوني بالشغل وفيلميتهم ورجعت مسكينة وباصة اللي كنت أكيا فيها يا غير هذا أصعب موقف عشته في حياتي تميت نبكي لين طاح حكم طاح قلبي من بلو نبكي ونشهق وكرشي قدامي ما مضيتش روالي حسه جاي بالشور وفتح لهم ومسحت عيني بالشور لعلي فانلي وتكيت عقبت عدلتها قاع رقدة واحدة ووعيت مع صباح عيني وارمي وعاد يسولوني شو مالك قلت لهم دا تحسست بالليل احنا عرب عنه قلت له دا بالحمل وذاك نوع من الروايات وخا صراحة يكسب وقال هم عنهم طالعين وانا قلت معلك نوع من قد نطلع بيه الفترة وذاك الشي وانا ذاك النهار ما خارجش مضيت ولا تاكي في الدار ما خارجش ما تخمم دي مرة نتخمم عيني يقتلهم يقرأوا عيني يقتلهم عيني نضحي بحياتي شنو تخلي انا الحبس وإذا ما يساويش كل شي شفت خمامي ومضيت أسبوعين لا نتخمم فيهم أسبوعين عايشة معهم طبيعي نضحك معاهم ونجوق معاهم
ندور سيبها نتخلّص منهم بها، تخممت، تميت قاعدة جاتني فكرة راني نتخلّص منها هي الأولى، تميت لوّت ذيك الدقيقة اللي بيها غا تنباع محرمة، لوّتها عند رجاج وعيط عند وباط درتو في الساق صاحب جيب الشور اللي تطلع بيه، تلفنت على البوليس وبلغت عنه كردوه، تلفنت لي تبكي وذاك نوع من الروايات وانا كردوني البوليس، قلت قلت هذا نوع من الروايات اللي قاعد تلفني لي عليهم. أنا خايبة وأنا موجوعة لعل قاعد يشكوا عني كومبليس ويدخلوني بذاك النوع من المراد، وقطعت عنه وعاد هو لا ماشي يقوم ويطير وينزل باش يوخّرها من الحبس وأنا ناخر شنو غدا لي بيشي عاد يقولوا انتي لا كيشي ما تحسي وصاحبتك جبتيها وهنا وعلى مسؤوليتك وقلبك توخّريها ولا تعديها رواية انتي عندك جنسية وذاك الأولاد. قلت له يعني هذا نوع من الروايات يعني نختار كاع اسمي كاع ينسمى فيه وصديت عليه وخزرته وقلت له حتى لو كنت انت ماني قاعد يوخرك من المرد بيه لي اسمي ما نختار كاع يدخل باسم ذيك الدقيقة لعل كاع يجيب لي مشاكل في المستقبل وذاني بقيت يعني موجوعة ولا يتحسن. عقبت وحاكمت الطفلة وحبست ورجعنا لحياتنا الطبيعية. القصة طالت حتى دونك لابد من الجزء الثاني واللي دار الجزء الثاني كامل لايكي ويبارتاجي ويعلق en même temps يطلع لي على باج يوتيوب دور يجبر بيها الجزء الثاني. ميرسي بوكو.